بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد المحلاوي، صاحب قناة المحلاوي ميديا وصاحب شركة MG لاستصلاح الأراضي بالفرافرة. الناس اللي هي كانت بتتكلم بتقول لي يا محمد، الأرض اللي جنب الفرافرة دي تنفع في البرسيم ولا لأ؟ قلت لهم تنفع في البرسيم. فقالوا لي لأ، وفي ناس قالت لأ ده أرض وحشة ما تنفعش أول مرة. الزرعة ديت أول مرة، ده برسيم انا اللي زرعه، انا مش فلاح، انا ما بفهمش حاجه في البتاع. كلكم عارفين ان انا كنت بشتغل شغلانه تانية غير الاراضي والحاجات قبل ما اجي الفرافره. البرسيم اهو، شوف الكلب ماشي منه، البيت بتاعي اهو عشان ما حدش يقول لك لا في ارض تانية. خلاص. الجسور، الارض ديت ارض طفليه من النشفه، الجسور بتاعها كلها احجار، كلها طوب. خلاص. وطالع البرسيم اهو عشان اقول لكم دي احلى ارض للبرسيم. البرسيم اهو عشان ما حدش يقول كاني او ماني. حلو. الناس اللي كانت خدت مني ارض في الارض ديت ورجعتها، طبعا كانت زعلانه، بتقول الارض ديت ما تنفعش تزرع اي حاجه خالص والكلام دهوت. طبعا انا زعلت منهم ان هم رجعوا. طبعا انا اي حد رجع بعد كده انا بدفعه شرط الجزاء، لان انا بتعمل لي مشكله ان انت هتجيب فلوس منين، هتجيب سيوله منين يعني. انا هعمل ايه؟ هجيب انت مثلا عايز مني دلوقتي 500,000، انا هجيبها لك منين وانا شغال في حته تانية مطلوب مني مثلا اقساط اراضي او حاجات؟ فطبعا بتعمل لي دروبات سيئه. تمام. الارض ديت ده البير رقم 2 اللي انا فيه، اللي فيه بيتي. البرسيم ده بتاعي انا، مش بتاع حد تاني. الارض بقى، البير اللي انا فاتح فيه، اللي انا مصوره في الفيديو اللي فات، الانضف من الارض ديت كمان، لان التانية ما فيهاش طوب زي كده. ديت بيضة، التانية خضرة من تحت وسمرة من تحت. الفدان هناك ب50,000. هو لازق في ده، بينه وبين ده نص كيلو. اقرب من ده نص كيلو، لان انا بخلص من جوه واجي على بره. تمام. المسافه 60. طب ما نخليها نصور من الارض وخلاص، يبقى احنا كده وهكمل تصوير من الارض التانية. بصوا يا جماعه، احنا هنا في شركه الامناء، يعني هم الامناء وهم الامناء فعلا. انا اتعامل معاهم خلاص في المواسير، واتعاملت معاهم في الطاقه الشمسيه، واتعاملت معاهم في الكيماوي. الكيماوي اهو، المواسير اهي، برضه الطاقه الشمسيه في المحل اللي بره. هم شركه كبيره وناس محترمه. بصوا، هات تعالى كده يا احمد، شوف علامه الصلاه قد ايه. يعني ناس متدينه، ناس محترمه. محمود، كل الناس هنا حلوه، كل حاجتهم حلوه، تاخد الحاجه حلوه، قرفتهم كمان حلوه. يعني ايه بس ايه بقى، توتو على كبوته. بص فلوسهم فوري. بص حبيبي، ركب مواسير للارض التانية عقبالكم. دي ايه، ارض تانية عندي بس اتباعت كلها، بركب لها المواسير. تمام اهي عقبالكم. انا جايب مواسير المهندس اهي، اسمها المهندس جروب، وما بجيبش 4 بوصة، بجيب 6. وما بجيبش 4 بار، بجيب 6 بار. المهندس جروب 6 بار. بجيب ماسورة قوية، الماسورة الطبع عليها كده تبقى حلوة. خلاص، الماسورة دي قوية. برضو بجيب الصلايب من الغالية، مش هم 200 300، لا هم 500. بجيب الصلايب الغالية، بجيب التهات الغالية. بجيب طبات، ما بعملش محابس للخطوط الرئيسية البتاع وبجيب المحابس بتاع الخطوط فراشة، اللي هي القوية اللي بتغير قلبها بحيث ما تبص مع الزمن. خط المواسير بعمله عالي، بحيث ان انت لو سبخت ارضك مع الزمن ارضك بتعلى، لا يبقى الخط عالي ما يدفنش. بعمل الطرق عاليه، بعمل خدمات عاليه، وببيع بسعر رخيص. لان في ناس بتبيع بسعر رخيص، يقول لك ايه ده بيبيع يبقى عامل شغل تجاري. لا، ما عنديش كده. مش ماسوره طبخ ولا ماسوره ضعيفه، لا، شغل. وتسوقها اهو الراجل ده اللي بتاع الجمر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في البير الجديد. أدى الايه، الطاقة. تمام. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تمام. ديت لسه ما كملناش طبعا.
هنعمل بقيتها. تمام. هوريكم برضو الماركة، كبرها لكم تشوفوها اهي. اهي شفتوها 550 واط اللوح ده، 550. في ناس بتعملها 220 200 مش عارف ايه، يوريك محطة طاقة كبيرة وتلاقيها مش عاملة. المرة دي بقى بعمل انا محطة طاقة ثابتة ومتحركة، يعني الجزء ده ثابت، الجزء اللي جنبه هيبقى متحرك، عشان لو الاخ الفلاح نسى الطاقة ما غيرهاش يبقى هو عنده ايه، عنده طاقة طول النهار. ادي الايه الطاقة، بسم الله ما شاء الله من القدام. تمام. وديت ايه عزيزة كنت بقول لها هبني بيه للعامل الاستراحة. تمام. وده الايه البير طبعا وحطها اهي. حلو كده. المزرعة اللي هي شايفينها الخضرة دي على الاسفلت، بيني وبين الاسفلت 2.5 قول 3 كيلو، والله ما عارف عشان ما حدش يعد ورايا، قول 3 كيلو، 3 كيلو اسفلت، ومن الاسفلت للفرافره 3 كيلو، يبقى انا على الطريق ال4 شبكات شغالين هنا. تمام. هوريكم بقى بقيه الارض واحفر لكم فيها عشان تبقوا عارفين شكل الدنيا ايه. معايا معاينه من سوهاج اهي، بصوا كده بحفر برجلي. تمام. اهي تربه بتحفر بالرجل، التربه تبقى ايه خشنه كده، اللي هي الطفله، مش بودره. بودره ايه لا، البودره دي تبقى غلط، تربه طفله تعور. تمام. التربه بحفر برجلي بتطلع سواد، اللي هي سودة، مش خضره وسودة. بصوا بصوا زبده اهو، بصوا برجلي نطلع تربه خضره وتربه سمراء. تمام. اهي دي الطفله على خليط طبعا، بتعمل رجل بتنزل اهي، رجل بتنزل اهي، شايفين؟ مش بحفر بلودره ولا بجرار، برجلي اهو. المسعله بالنسبه للتربه هنا صراحه تربه يعني صالحه للزراعه. عجبتك؟ دي منطقه حلوه. ايوه عند الباشمهندس محمد هنا، الله يبارك فيك. من وراه برضه في ناس زرعه في ابراج حمام، وبعدين احنا بتاع 7 كيلو في ناس زارعه. فهو دي فرصه لاي واحد مواطن يعني يحصل ارض هنا عند الباشمهندس محمد حبيب. هو 6 كيلو 6 كيلو، يعني انت 6 كيلو من الفرافره لغايه الزراعه، يعني الواحد يمشيهم كده. انا بقول الشبكات حلوه هنا. انت جالكم مكالمه في الارض صح؟ 4 شبكات 4 شركات اتصال هنا، يعني واخد بالك انت تتكلم ما فيش اي مشكله. بلدكم ايه يا ابو عادل؟ نعم بلدكم ايه؟ بلدنا احنا طحطة. طهطة. سوهاج. سوهاج. فانا بصراحه يعني دي فرصه سعيده اللي انا وقفت مع الاستاذ محمد، الله يبارك فيك حبيبي. واخد بالك وراني الارض ما شاء الله هنا تربه يعني زي ما انتم شايفين كده تربه، واخد بالك فيها فوسفات حبيبي، تربه صالحه للزراعه حبيبي. الله يبارك فيك. انا عايز بس حتى هنا بالصدفه هحفر هنا، هحفر هنا كده. ايوه طبعا عشان عيب اقول لحضرتك احفر، فانت زي والدي، ورغم ان انا كبير في السن بس انا يبان عليا ان انا شباب شويه. يا اخوانا التربه دي عشان اعرفكم، التربه دي عباره عن صوبر اللي احنا بتجيبوه انتم. التربه دي صالحه للزراعه، واخد بالك دي ارض طاميه اهي. انا بحفر اهي. وريت يا عم ابو عادل الارض اللي نزل عليها ميه جنبها، بسم الله ما شاء الله طميه زي العسل. التربه دي بيجي عليها ميه تبقى حاجه مختلفه تاني. انا بزرع برسيم هنا، ازرع شجر، نزرع واخد بالك قمح. جميع الزراعه هنا هتبتدي معاك. دلوقتي هو ب45 حلو كده، 45 لحد امتى؟ لحد يوم 30/12. بعد 30/12 الارض ب50، عشان انتوا عارفين في 3 تعويمات ما اتعملوش، وفي تعويم جاي، والدنيا اللي هبيعه مش هعرف اعمل زيه.
جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية. مشروع الباشمهندس محمد، الله يبارك فيك. اديكم شايفينه، ارض مسطحه، ارض معتمده في الدوله، واخد بالك العمليه معاه هنا. هيسلمك انت ميه، هيسلمك تربه، هيسلمك جميع الاماكن، مشايات وطرق، واخد بالك. وراك هنا طريق اسيوط، سوهاج او قلنا زي ما انت عاوز. هنا طريق القاهره، اسكندريه برضه، الطريق الدولي ورانا احنا هنا. مش صح يا باشمهندس محمد؟ يمين على القاهره، شمال على طريق اسيوط. أيوة. في النص على الفرافره. هكذا. الثلاث طرق الاسفلت احنا في النص. لا جنبيك الفرافره ها. والطريق الدولي واخد بالك على المزرعه الخضراء ده على الاسفلت يا جماعه. ايوه ده الصدر ده على الاسفلت. الاسفلت الدولي على طول، واخد بالك. وانتوا شايفينه ها، انتوا ده فرصه. فرصه، واخد بالك، فرصه معتمده، واخد بالك، وتلحق فيها. الله يبارك فيك. يا ريت انك انت تيجي هنا وتحصل في ارض الباشمهندس محمد. حبيبي يا ابو عادل، الله يسترك. راجل واخد بالك مساهم يعني في حاجه لله. الله يسترك ويحفظك. فهو واخد بالك عاد ينمي الارض وعاوز المزارع يستنفع. فتعالى شوفوا عاد التربه، عاد التربه ها فوسفات، يعني احنا شايفينها فوسفات ها، حاجه حلوه خالص. بصوا بتطلع تربه خضراء ناعمه. خضراء ناعمه اهي. بصوا. ايوه تربه بتطلع على النمل اهي يا جماعه، تربه خضراء ناعمه. هذه التربه يا جماعه، تربه خضراء ناعمه اهي، فوسفات يا جماعه. ولا احنا نيجي نزرع عشان بلدنا يبقى فيها الخير؟ ما هي التربه اهي، والراجل بيسلمك بير وطاقه ومواسير ومحابس وطرق وغاطس وترمبه وتصليح. عايز ايه تاني؟ يعني انت عايز، هل انت مستني الارض مثلا ترخص؟ هتبقى بكله. طب هتغلى. ده انت كل يوم في زياده، فانت تلحق نفسك. يعني انا اناشد جميع اي راجل فلاح عاوز حته ارض يحصل، واخد بالك نفسه. الباشمهندس محمد عامل ترابيع زي ما انت عاوز 5 يا عم، عاوز 10، عاوز 20، عاوز 30، هيسلمك شغال. خط مواسير ماشي، نظام محابس، انت هتسقي غبر ماشي، عاوز تسقي ري حديث ماشي، انت عاوز تزرع اي زرع ماشي. حبيبي انت واخد بالك اهم حاجه التربه. هو الاستاذ محمد بيستخدم التربه اللي صالحه للزرع، عشان خاطر اللي يجي يدعي للباشمهندس محمد. ما هو انت لازم تدور على التربه والميه والقرب. يعني انا عشان الواحد ما يحتارش، عربيته باظت يمشيها، رجله مش حصل حاجه، يعني يعرف يروح ارضه، يعرف. ايوه يعني احنا معانا ناس هتتفرج على الارض، جاي واخد بالك ياخد له 30 فدان، وهيجيب ناس جايه معاه، فانت تلحق نفسك. يعني الراجل بيتمشى الراجل اتبسط ومبسوط، واخد بالك، وبيجي فرحان. الحمد لله. للامن والامان. الحمد لله. يعني هنا منطقه صالحه للزرع. حبيبي شكرا ليك، ربنا يجازيك خير.